السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. إلا كنتي أول مرة كتزور القناة مرحبا بك، وما تنساش دير لايك وتشترك وتفعل الجرس، حيت هنا كنشارك معكم آخر مستجدات سوق العقار والاستثمار في المغرب بطريقة بسيطة واضحة ومبنية على معطيات كتهم أي واحد باغي يشري أو يستثمر سواء داخل المغرب أو من مغاربة العالم. قبل ما نبدا بغيت نطرح عليك واحد السؤال مهم بزاف. واش كنتي كتعرف بانه غير الا بعدتي على الرباط بحوالي 20 حتى 30 دقيقه تقدر توفر عشرات او حتى مئات الالاف من الدراهم؟ يعني بنفس الميزانيه اللي يمكن تشري بها شقه صغيره داخل العاصمه تقدر تلقى شقه اكبر او حتى قطعه ارضيه في مدينه قريبه، ومع مرور الوقت يمكن ترتفع قيمتها بشكل كبير. هذه هي الفكرة اللي غادي نهضروا عليها اليوم، وغادي نديروا جولة كاملة داخل جهة الرباط سلا القنيطرة باش تعرف فين كاينة أحسن الفرص وفين الأسعار مازال معقولة قبل ما تطلع أكثر خلال السنوات المقبلة. أول محطة هي الرباط، العاصمة الإدارية للمملكة والمدينة اللي مازال الطلب عليها قوي بزاف. الرباط ما بقاتش مدينة للمضاربة السريعة، ولكن ولات مدينة كتعطي استقرار كبير لأي مستثمر أو أي واحد باغي يحافظ على القيمة ديال الفلوس ديالو. الإقبال عليها جاي من الموظفين، رجال الأعمال، المستثمرين وحتى مغاربة العالم اللي كيبغيو يكون عندهم عقار في العاصمة. اليوم متوسط ثمن المتر المربع في الشقق كيدور ما بين 12000 و 14500 درهم، ولكن هذا المتوسط كيخبي اختلافات كبيرة حسب كل حي. مثلا إلا مشينا للأحياء راقية بحال أكدال، حي الرياض أو السويسي، فثمن المتر كيوصل ما بين 17000 درهم و 25000 درهم، وفي بعض المشاريع الحديثة كيتجاوز هذه الأرقام. صحيح أنه الثمن مرتفع، ولكن بالمقابل كتحصل على استثمار مستقر، وقيمة العقار كتبقى قوية مع مرور الوقت. وزيد عليها أن الكراء في هذه المناطق كيحقق مداخل مزيانة، وهذا الشيء كيجذب المستثمرين اللي كيقلبوا على دخل شهري مستقر. أما الأحياء بحال حسان ووسط المدينة فالأسعار كتروح غالبا بين 12000 و 15000 درهم للمتر مربع، وهذه المناطق مازال محافظة على الجاذبية ديالها بسبب قربها من الإدارات والشركات والمؤسسات العمومية والخدمات الأساسية. أما إلا كانت الميزانية محدودة شوية ولكن مازال باغي تبقى داخل الرباط، فالأحياء بحال يعقوب المنصور والتقدم كيبدا فيهم ثمن المتر من حوالي 8500 درهم حتى ل 11000 درهم، وكيبقاو من بين افضل الاختيارات بالنسبه للعائلات اللي باغيه تستقر داخل العاصمه بثمن اقل مقارنه بالاحياء الراقيه. ولكن هنا كيتطرح السؤال اللي كيهم الاف المغاربه: واش ضروري تشري في الرباط؟ الجواب هو لا، لان غير بمجرد ما كتخرج شويه من العاصمه كيبدا عالم اخر من ناحيه الاسعار. اول مدينه هي سلا اللي تبدات بزاف خلال السنوات الاخيره بفضل الترامواي ومشاريع تهيئات ضفتي ابي القراق والطرق الجديده، ولات سلا مدينه عندها وزن كبير في السوق العقاري. اليوم في سلا الجديده وتبريكت ثمن المتر في الشقق المتوسطه كيتروح بين 7000 درهم و 9500 درهم، يعني اقل بكثير من الرباط، ومع ذلك كتبقى قريب من العاصمه ويمكن توصل لها في دقائق. اما سيدي عبد الله خصوصا المشاريع السكنيه ديال العمران ولات من اكثر المناطق اللي كيتوجهوا لها الشباب والاسر اللي باغيين يشريو اول شقه، خاصه مع برنامج الدعم المباشر للسكن. الاسعار هنا كتنطلق من حوالي 5500 درهم حتى 7000 درهم للمتر مربع، وهذا الشيء كيخليها من احسن الفرص بالنسبه للناس اللي باغيين يمتلكوا سكن بثمن معقول. من بعد كنمشيو لتمارا وتمسنا اللي ولات اليوم من اكثر المدن اللي كتعرف توسع عمراني سريع. تمسنا خصوصا كتشهد انجاز مشاريع سكنيه كثيره وكتستقبل كل سنه الاف السكان الجدد. اسعار الشقق كتراوح بين 5000 درهم و 6500 درهم للمتر، بينما البقع الارضيه كتدور بين 3500 درهم و 5500 درهم للمتر.
وهاد الارقام كتخلي بزاف ديال المستثمرين يشوفوا ان تمسنا عندها مستقبل واعد، خصوصا مع استمرار النمو العمراني وربطها اكثر بالعاصمه. اما عين عوده فهي من المناطق اللي بزاف ديال الناس مازال ما عطوهاش القيمه الحقيقيه ديالها. المنطقه قريبه من الرباط والاسعار فيها اقل بكثير، وهذا الشيء خلاها تجذب المستثمرين اللي كيقلبوا على الاراضي. الاسعار ديال البقع اير بلس 2 و اير بلس 3 كتروح بين 2200 درهم و 3800 درهم للمتر، بينما الشقق المتوسطه كتدور بين 5000 درهم و 6000 درهم للمتر مربع، وبالتالي كتقدر تدخل السوق العقاري بميزانيه اقل مع امكانيه ارتفاع قيمه العقار مستقبلا الى استمر التوسع العمراني. الى كانت الميزانيه محدوده اكثر فالخميسات كتبقى من ارخص المدن في الجهه. هنا ثمن الشقق كيتراوح بين 3500 و 4800 درهم للمتر، اما المحلات التجاريه فكتبدا من حوالي 6000 درهم للمتر. هاد المدينه كتوفر فرص مزيانه سواء اللي باغي يسكن او اللي باغي يبدا مشروع تجاري صغير باقل تكلفه. ومن بعد كنوصلوا للقنيطره اللي عدد كبير من المتابعين والخبراء كيشوفوا انها من اكثر المدن اللي عندها نمو عقاري قوي في الجهه. السبب واضح، وجود القطار فائق السرعه اللي هو البراق والمنطقه الصناعيه اتلانتيك فريزون خلق طلب كبير على السكن من الموظفين والمهندسين والاطر العامله في المنطقه. في وسط المدينه وبين الرامي وميموزه ثمن المتر كيتراوح بين 6000 درهم و 8500 درهم للمتر مربع. اما مهديه اللي قريبه من البحر فهي كتقدم خيارات بين 5500 درهم و 8000 درهم للمتر. وإلا كنتي كتفكر في الاستثمار في الاراضي فكاين بقع الفيلات باسعار كتبدا من حوالي 1200 حتى 2200 درهم للمتر، بينما البقع التجاريه كتروح بين 4000 و 6500 درهم للمتر مربع. وهذا النوع من العقارات كيستافد بشكل كبير من التوسع العمراني. إلا جمعنا هذه المعطيات كامله غادي نلقاو ان الرباط هي الاغلى بدون منازع، خصوصا اكدال، حي الرياض والسويسي. من بعدها كتجي سلا باسعار اقل، ثم تمارا وتمسنا، وبعدها عين عوده والخميسات اللي مازال كتوفر فرص ممتازه اللي عندهم ميزانيه محدوده. اما القنيطره فكتجمع بين ثمن معقول وحركيه اقتصاديه قويه وفرص استثماريه مهمه. ولكن خاصنا نعرفوا ان الثمن بوحده ما كيكفيش باش تاخذ القرار الصحيح. خاصك دائما تحدد الهدف ديالك، واش باغي تسكن ولا باغي تستثمر. الا كنتي باغي تسكن فمن الافضل تقلب على المشاريع اللي كتشملها الاستفاده من برنامج الدعم المباشر للسكن، حيت هذا الدعم كيقدر يخفف عليك جزء مهم من تكلفه الشراء الا كنتي مستوفي للشروط المعمول بها. اما الا كنتي مستثمر فمن الأحسن تراقب المناطق اللي مازال في مرحلة النمو، خصوصا الأراضي التجارية أو بقع إير بلس 3 و إير بلس 4، لأن قيمتها غالبا كترتفع مع اكتمال البنية التحتية وارتفاع عدد السكان. وحتى الاستثمار في الكراء ولا مطلوب بزاف، خصوصا بالقرب من الترامواي، محطة البراق، المناطق الصناعية والجامعات، لأن الطلب على الكراء كيبقى مستقر طيلة السنة. وكاينه نصيحه مهمه كنرددها دائما، وهي قاعده 20 دقيقه. ما تبقاش مركز غير على الرباط الا كانت خارجه على الميزانيه ديالك، لان غير على بعد 20 او 30 دقيقه تقدر تلقى شقه اكبر او ارض بثمن اقل، ومع مرور الوقت يمكن تحقق ارباح افضل من الاستثمار داخل العاصمه نفسها. وفي الاخير خاصنا نكونوا واقعيين، الاستثمار العقاري اليوم ما بقاش مرتبط غير بالناس اللي عندهم رؤوس اموال كبيره. اللي كيربح هو اللي كيعرف يختار المدينه المناسبه في الوقت المناسب ويستثمر قبل ما توصل الاسعار للقمه. والمدن المحيطه بالرباط اليوم كتقدم فرص حقيقيه للمغاربه داخل الوطن وحتى الجاليه المغربيه بالخارج اللي باغيه توظف فلوسها بطريقه ذكيه وامنه. دابا الدور ديالك، كتب لي في التعليقات الا كانت عندك ميزانيه شنو المدينه اللي غادي تختار، واش الرباط ولا سلا ولا تمارا ولا تمسنا
ولا عين عوده ولا الخميسات ولا القنيطره، وشنو هو السبب ديالك. غادي نفرح بزاف وغادي نقرا الاراء ديالكم ونناقشوها معكم. ولا عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد حول الاستثمار والعقار في المغرب والفرص اللي ممكن تحقق لك ارباح مهمه قبل ما يعرفها الجميع. شكرا على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.